السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس ياسر. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله وتكونوا بالف الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه ديال تشيز كيك رائعه جدا صراحه. اول مره غنجربها وبغيت نجربها معكم. شفتها واحد الشيف ايطاليه دارتها عجبتني بزاف وقلت نجربها معكم في نفس الوقت هكذا باش نشوفوا التجربه كيفاش غادي تخرج ان شاء الله. والصراحه عجبتني بزاف، جات هائله جدا. كنتمنى منكم انكم تجربوها وغادي تشوفوا غادي تعجبكم ان شاء الله. كتجي هكا مخطه ما بغي، كتجي رائعه بزاف بواحد الكريمه اللي سهله جدا. كنتمنى انكم تواصلوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه. ولا كانت هذه اول زياره للقناه كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم المزيد ان شاء الله. بسم الله. غادا نبداو اول حاجه بالطبقه ديال البسكوي. هنايا انا خديت البسكوي، خديت الاوريو وخديت معاه شويه البسكوي العادي. بالنسبه للوصفه الاصليه صراحه فيها البسكوي عادي وضفت عليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو. انا بغيت ندير الاوريو فيه باش يزيد واحد المذاق للبسكوي. بغيتو ديروا الاوريو ديروه، بغيتو ديروا بسكوي عادي هكا ابيض ولكن ضيفوا عليه 2 معالق ديال الكاكاو. كندير واحد كاس ما عمرش الزبده تقريبا، يعني غير نصف كاس زايد شويه الزبده دايبه. ان شاء الله غادي نخلي لكم مقادير مضبوطه نكتبها لكم في صندوق الوصف. البسكويت طحناه مزيان كيف كتشوفوا معايا. ملي كنخلطوا راه كيولي اللون ديالو اسود. كما قلت لكم الا خديتوا بسكوي عادي البسكوي الابيض ديروا معاه 2 معالق كبار ديال الكاكاو. نتوما ولا الاختيار ديالكم، شوفوا داكشي على حسب شنو عندكم في الدار. انا الصراحه كانت عندي باكيه ديال الاوريو وكان عندي باكيه ديال البسكوي ابيض، داكشي باش خلطتهم بجوج بهم وصافي وحصلت الحمد لله على نتيجه مزيانه. يعني تعلموا انكم تخدموا بداكشي اللي عندكم في الدار. ضفت عليه شويه ديال هذيك الزبده، كنبقى نضيفها بشويه بشويه حتى كنحس بان الخليط غادي يبدا يتجمع ليا. درته في المول خديت هذا المول هكذا دائري ودرت له ورق الطبخ من التحت من الاحسن باش كيعاونني انني نحيدو من بعد. كنحاول انني نسويها هكا مزيان بمعلقه اولا باش ما بغينا، المهم نبركو عليها هكذا مزيان باش تكون عندنا واحد الطبقه متساويه، ما تجيناش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه كيف ما كنديروا في لي تشيز كيك. كنحاول نشرح هكذا مزيان بالنسبه للبنات المبتدئات. كاين البنات اللي مازال عمرهم ما جربوا تشيز كيك هكذا باش يعرفوا التفاصيل ويجربوه هما مرتاحين للوصفه. من بعد غادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد ليا مزيان. ريتما نصاوب الكريم اللي غادي نخدم به. هنا خديت 4 ديال البيضات كيف كتشوفوا معايا. من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ لاننا غنحتاج اننا نديروا المورانغ، والمورانغ مزيان من الافضل يكون البيض مخرجينه من قبل. كنحاولوا نفصلوا الاصفر عن الابيض البيض غير بشويه هكذا كيف كتشوفوا معايا. كنديروا الاصفر في اناء وكنديروا الابيض في اناء اخر. انا بالنسبه للابيض البيض غادي نخدمه في العجانه، داكشي باش راني كنديرو في الاناء د العجانه من الاول. تقدروا تطلعوه غير بالباتور الباتور الكهربائي العادي. من بعد ما فصلت 4 البيضات الصفر بوحدو البيض بوحدو كما قلت لكم، البيض غادي نطلعوه في العجانه نطربو مزيان على سرعه مرتفعه حتى كيعقد لنا مزيان كيف كتشوفوا معايا. كيبدا يتقال خاصو يجي ناشف مزيان. شوفوا معايا دابا كيفاش، يعني كيكون في داك المنقار لو بيك دوازو كيف كيقولوا هنايا. المهم انه كينشف كيعقد مزيان. هانتوما شوفوا معايا هنا صاير حنا حصلنا على نتيجه مزيانه. صافي كنخليوه يبرد بوحدو وكنفوتو باش نكملوا بقيه التحضير ديال الكريم. هنا صفر د البيض زدت له كاس ديال السكر حبيبات. كما قلت لكم سابقا بالنسبه للغرام غادي نخلي لكم العبار في صندوق الوصف ان شاء الله، لان بزاف البنات كيطلبوني على العبار بالكاس. داكشي باش وليت كنهضر بالعبار ديال الكاس. غادي نضيف عليه معلقه صغيره د الفانيا. انا عندي هنايا السائله، الا عندكم الحبيبات تقدروا تضيفوها ماشي مشكل هكذا. ومن بعد كنطرب كل شيء، يعني الصفر مع السكر، صفر البيض زائد السكر حبيبات اللي ضفنا ولا فاني. كنطربوهم مزيان بالطراب الكهربائي
تقدروا ديروا اليدوي ولكن كياخذ وقت اطول، داكشي من الافضل. يعني هذا الكهربائي وكنحصلوا على نتيجه افضل. حتى كنحصلوا هكا على خليط يكون كريمي كيف كتلاحظوا معايا، حتى اللون ديالو راه كيفتح، ما كيبقاش صفر كيف كان، كيولي ابيض. كنبقاو مستمرين حتى كنحصلوا كيف ما قلت لكم على هاد الخليط الكريمي هكذا. دابا كنضيفوا له كاس ديال ياغورت مسوس، ياغورت مسوس، ثم كنضيف فروماج. انا هنا درت فيلادلفيا، تقدروا ديروا ماسكاربون ولا ديروا ريكوتا ولا ديروا اي فروماج عندكم. الا درتو الريكوتا من الاحسن يعني ديروا معاه فروماج اخر، تكون مثلا غير 100 غرام ديال الريكوتا وتضيفوا 200 غرام ديال فروماج اخر. انا درت هنا 300 غرام، جوج بواطات ديال فيلادلفيا، جوج بواطات صغار ديال 150 غرام، هي 300 غرام في المجموع. الاساس انه يكون 300 غرام ديال الفروماج، فروماج اللي تفضلوا، ماسكاربون ولا ديروا فيلادلفيا كيف ما درت. بالنسبه للوصفه الاصليه للامانه فيها 200 غرام ديال الماسكاربون وفيها 100 غرام ديال الريكوتا. يعني كنعطيكم التفاصيل كيف ما هي، الوصفه الاساسيه كيف ما هي، والتغييرات اللي درت فيها انا على حسب المتوفر عندي. كنضيف عليها 200 مليلتر ديال كريمه الخفق، كتكون عاقده هكذا مزيان، من الاحسن تكون في الثلاجه بارده مزيان. وكنبدا نطرب هكذا الجميع الخليط كله حتى كيتجانس لي مزيان وما كيبقاش ليا فيه الحبيبات. كنرفع انا غدا بالتطراب، وانا كنرفع في السرعه ديال الطراب. صراحه كنتمنى انكم تجربوها، راها فعلا جات رائعه جدا. يعني انا شفت واحد الشيف دارتها، شيف ايطاليه، وعجبتني بزاف، وقلت نجربها انا وياكم في القناه ونشوفوا النتيجه كيف غتكون. انا بعدا عجبتني بزاف صراحه، جات رائعه هائله، لا في المنظر ديالها ولا في المذاق. من بعد ما طربت مزيان الخليط كنقسمو دابا على زوج ديال الاناءات هكا، كنقسمو على النصف. من بعد ما قسمنا الخليط على زوج كناخذوا النصف الاول كنضيفوا له 4 المعالق ديال الدقيق الابيض، كنغربلوهم فوق منه. ضروري نغربلوه باش ما يتكورش لينا في الخليط كيف كتشوفوا معايا. وكتضيفوا زوج معالق الخليط الثاني، يعني الخليط الاول 4 المعالق ديال الدقيق الابيض، والخليط الثاني زوج معالق ديال الدقيق الابيض، وحتى هو كنغربلوه هكذا مزيان. ثم كنضيفوا عليه زوج معالق ديال الكاكاو المر، وحتى هو بطبيعه الحال نغربلوه مزيان. ضروري من المرحله ديال التغربيل باش ما يتكورش لينا في الخليط، ومنين يطيب التشيز كيك ديالنا كيبقى فيه بحال الحبيبات. يعني راه المراحل ساهلين وبساطين، غير ردوا البال شويه هكا. الملاحظات اللي كنقول لكم راه ان شاء الله غتنجح معكم كما نجحت معايا ان شاء الله. سهله بزاف، بسيطه في الخدمه ديالها، ما كتحتاج شي مجهود ولا شي وقت كتير. يعني انا صوبتها هكذا في الصباح ويعني وكنت كنخدم شغل اخر ديال المنزل، كنوجد الغدا ديالي وكل شيء، وفي نفس الوقت كنخدمها. طاح لي واحد الطريف ديال الكاكاو نحيدو باش ما يبقى لي اللون ابيض، باش ما يتلوش ليا بالكاكاو صافي. وكنحاول انني نطرب مزيان كل خليط هكذا بوحدو، الخليط ديال الكاكاو والخليط الاخر ان شاء الله هكذا، باش كيبقاو عندي جوج الالوان مفصولين. يعني اللون البني بوحدو ديال الشوكولات ديال الكاكاو، والاخر الابيض اللي عادي. من بعد كنخلطوا هكذا الخليط الابيض بوحدو عاوتاني. ما تنساوش تغسلوا هادو ديال الطراب، اولا من الاحسن بداو بالخليط الابيض. انا غير نسيت وبديت بالخليط البني. بداو بالخليط الابيض عاد طربوا الخليط البني، او لا الا بديتوا بالخليط البني غسلوا مزيان هادوك ديال الطراب
ادوات ديال الطراب باش ما يتلونش لكم الخليط الابيض. صافي كنطربو حتى هو هكذا مزيان باش ما يبقاوش فيه الحبيبات كما قلت لكم. وكنجيب هذاك المورانغ اللي حضرنا مع بعضياتنا كنقسمو هكذا للنصف، كنحاول انني نقسمو للنصف. كنضيف نصف الخليط الابيض، ثم كنضيف النصف المتبقى كنضيفو الخليط ديال الكاكاو. ثم كنبدا نخلط هكذا مزيان وغير بشويه باش ما نطيحوش بزاف هذاك الابيض البيض، يعني كي كتشوفوا معايا من التحت للفوق. وحنا كنحاولوا ان داك بياض البيض ندخلوه في داك الكريم ديالنا حتى كنحصلوا على يعني كريمه اللي تكون متجانسه. كيف كتشوفوا معايا يعني كتجانسنا مزيان. كنفوتوا ديك الساعه تعاود الكريمه البيضاء بنفس الطريقه دائما من التحت للفوق. كنحاولوا اننا هذاك بياض البيض ما يطيحش لنا مع كثره التحرك. من بعد ما انتهينا من الكريمات بجوج، دابا كنبقاو نوضعوا 3 ديال المعالق من الكريم الابيض هكذا في الوسط ديال التشيز كيك. تشيز كيك صافي راه ماسك، خرجنا من الثلاجه قابط راسو مزيان. تبعوا معايا مزيان هاد المرحله، راه ساهله بسيطه، غير خص الواحد غير يفهم الطريقه وصافي. من بعد كنبدا نضيف عاود 3 د المعالق نفس المقدار ديال الخليط ديال الكاكاو في الوسط ديال هذاك الخليط الابيض كيف مبين في الفيديو. انا ما غاديش نقطع هنايا المراحل باش تشوفوا مزيان كيفاش كيجي. كنبقاو مواصلين على هذه الطريقه هذه. عاود كنضيفوا 3 د المعالق فوق هذاك الخليط ديال الكاكاو. دائما كنكبو غير في الوسط، وهو راه بوحدو كيتدفع في الجناب. كل خليط كنديرو بملعقه باش ما نلونش الخليط الابيض. نفس الشكل كندير يعني خليط ديال الكاكاو في الوسط دائما كما قلت لكم. لاحظوا معايا، نحاول نبرك في بالملعقه هكا في الوسط، وهو بوحدو كيتدفع للجناب. كيجي فيه واحد المنظر رائع جدا صراحه ملي كيطيب. كنبقاو مواصلين بنفس الطريقه كما قلت لكم. كنبقاو مواصلين بنفس الطريقه. 3 المعالق من كل خليط الابيض ثم خليط ديال الكاكاو، وراه بوحدو كيتدفع هكذا في الجناب. كنتمنى ان تكون الفكره واضحه لكم. يعني حاولت انني نبينها مزيان حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال الخليط الابيض وخليط الكاكاو، ومن بعد كنحصلوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلوه للفرن. كنحاولوا نضربوه غير شي شويه هكا باش كيزيد يتوزع مزيان. كندخلوه للفرن يكون ساخن من قبل على 180 درجه حتى كتشد ليا ديك الكريمه راسها مزيان. لاحظوا معايا الكريمه هنا طايبه. كندخل فيها الموس كنخرجو كنلقاه شنو سميتو طيب بحال الطريقه ديال التطياب ديال الكيكه العاديه. وما نحيدوش من المول ديالو حتى كيبرد تماما. انا راني خليته هنا راه برد مزيان، يعني خليوه ديك 3 سوايع 4 سوايع حتى يبرد تماما. عاد كنحيدوه من المول ديالو باش كيكون شاد راسو مزيان. كنتمنى انكم تعجبكم الوصفه اليوم. والصراحه شوفوا يعني كيبقى الكريم كيفاش كيجي مخطط في الداخل. دوك الطبقات اللي درنا يعني كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم فيديو اليوم، والا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه اذا كانت هذه اول زياره للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.